الاقتصادية والحضارية التي تعيشها هذه المجتمعات. وقد عرفت ظاهرة التسول في بلادنا عبر الممارسة من بعض الشرائح والفئات الاجتماعية المعدومة اقتصاديا، أو من بعض الفئات التي تعاني أمراضا معينة مزمنة، أو من ذوي الحاجات الخاصة. ولم تصبح في مستوى ظاهرة عامة، بل كانت تعبر عن حالات فردية تنتشر هنا وهناك، ولكنها في الآونة الأخيرة صارت تغزو مجتمعنا بأشكال وأساليب مختلفة وبصورة ملفتة للنظر، وإلى الحد الذي بدأت تتحول فيه إلى مهنة، حيث شرع المتسولون في ابتكار العديد من الأساليب والطرق في ممارستهم لهذه الظاهرة، ودخلت إليها فئات وشرائح متعددة اجتماعيا ومختلفة عمريا ومن الجنسين. ومع ارتفاع معدلات انتشارها بين النساء والأطفال وأعداد كبيرة من الوافدين الأجانب، وتتمظهر بجلاء في المناسبات والأعياد الدينية، وبالذات في شهر رمضان، اعتمادا على جيشان المشاعر الدينية للناس في هذا الشهر الكريم وحماسهم لتقديم الصدقات. ويكاد لا يخلو مكان من المتسولين، ففي الأسواق وأمام المحلات وفي الطرقات العامة وعلى أرصفتها وحول الإشارات الضوئية المنتشرة في شوارع المدن الكبيرة على وجه الخصوص، وأمام المساجد وفي داخلها والمقابر، وأمام أبواب المصارف مباشرة، بل ويجرؤ البعض من المتسولين على ارتياد حتى المستشفيات والمؤسسات العامة. وهو ما رسم العديد من علامات الاستفهام حول الأسباب التي تقف وراء انتشار التسول، وأين هو دور الجهات الرسمية المسؤولة في مكافحة هذه الظاهرة؟